السلام عليكم ورحمة الله. نشوفوا هذه المقتطفات من الفيديو. احكينا قبل كل شيء كيفاش علاقتك بتونس بدات، منين جيت، علاش جيت لتونس، من امريكا لتونس، كيفاش بدات الرحله؟ It was random, honestly. It was super random. How It was like how it was like I had been in Lebanon and I was looking for another like Muslim country that wasn't like so big like Algeria or Libya, or I mean I can't even go to Algeria or Libya as easily as I can come to Tunisia, but I was looking for a country that not a lot of people knew. So I didn't want to go to Morocco because everyone has heard of Morocco. So I didn't want to go to Morocco because everyone has heard of Morocco. So Tunisia seemed like a kind of like mysterious place that not a lot of people knew about, and I felt فيها برشا حكايات ربما باش تكتشفهم جديده. بصراحه انا باش نحكي ما احنا ما نمشيو لبعيد. ديجا المغرب هو الدوله المغاربيه الوحيده اللي صحت اتفاقيه لوبين سكاي، فيها شركات كيما رايانير، مازالش معروفين الشركات هذوما، ايزي جيت، رايانير. اليوم في المغرب في واحد البرنامج تونسي حضرت واحد المؤثرة أمريكية وضربتهم بكلام صريح خلى البلاطو في حالة إحراج صراحة. قالت باللي في الأمريكان المغرب معروف أكثر من تونس، أي ما معنى أن المغرب معروف في العالم كله، وهذا الكلام جاء في سياق جولتها العالمية للدول غير المعروفة. وهذا الشيء خلى المقدمين كيشوفوا بعضياتهم بلا جواب مقنع وكيتسناو شي تبرير أورد، ولكن ما كانش عندهم ما يقولوا. وغنشوفوا الفقرة الثانية من نفس البلاطو بداو يناقشوا موضوع الطيران الداخلي، وكيقولوا باللي المغرب سابق بزاف بتطوير هذا المجال حيت عندهم طيران داخلي منخفض التكلفة كيسهل التنقل للسياح بين المدن المغربية بثمن معقول، بينما تونس هذا النوع ديال الطيران غائب تماما وكيأثر بزاف على الجاذبية السياحية. المقارنة مع المغرب كانت واضحة، كل شيء في البلاطو كان كيتفق باللي تونس خاصها بزاف ديال الإصلاحات باش توصل لنفس المستوى المغرب، خصوصا في المجالات البنية التحتية والخدمات اللي كتشجع السياحة. المغرب بالنسبة لهم بقى كيظهر كنموذج ديال النجاح اللي صعيب ينافسوا حاليا. خليونا نشوف. الاخر نتاعنا في الحصه كالعاده فرحانين برشا في سورسين. حنا نبداو فرحانين في الاستوديو، نستقبلوا فيها لي زارتيست، لي زاكتور، المنتجين، مبدعين في جميع القطاعات. الحقيقه انا فرحان برشا لانه معنا شخصيه موجوده تشوفوا فيها في الانستغرام، في التيك توك، في اليوتيوب، والاهم من هذا كل تحكي على تونس، تحكي على تونس بتصويره مزيانه وبالطريقه نتاعها. هي من امريكا، ايميلي يورك. عسلامه ايميلي. عسلامة. شنو احوالك؟ لاباس؟ وانتي؟ نحكي معك بالتونيزيان ولا امريكان؟ بالتونسي توانسي احنا في بعضنا. بالتونسي شنو عليك لاباس؟ امورك مريقله؟ اي اوكي برشا ميلي نشوفوا في الانستغرام برشا، نحب وي لاف، نحبوا خدمتك. احكينا قبل كل شيء كيفاش علاقتك بتونس بدات، منين جيت، علاش جيت لتونس، من امريكا لتونس، كيفاش بدات الرحله؟ برشا عباد اسألني نفس الكويستيون. يس و it was random, honestly. It was super random. How it was like I had been in Lebanon and I was looking for another like Muslim country that wasn't like so big like Algeria or Libya, or I mean I can't even go to Algeria or Libya as easily as I can come to Tunisia, but I was looking for a country that not a lot of people knew. So I didn't want to go to Morocco because everyone has heard of Morocco. So Tunisia seemed like a kind of like mysterious place that not a lot of people knew about, and I felt like I could see the whole country in a relatively short amount of time. اوكي نفسر للمستمعين. دونك هي حبت تجي لبلاد مسلمه اخرى، كانت في لبنان، شافت المغرب زاده كانت مسموع عليها برشا، ولكن تونس ظهرت لها دوله كي تحب تكتشفها، فيها برشا حكايات ربما باش تكتشفهم جديده. بصراحه انا باش نحكي بيرسونيلمون، ما نعرفش فاتن اكرم رايكم الخدمه تاعنا. هنا بغيتكم تشوفوا مقدم برنامج صراحة ظريف بريف، ولكن ملي قالت لهم هذيك الهضره ما لقى ما يقول مسكين، وبقى كيصوب في الكلام ديالها. قال لها بالله تونس راه ما اكتشفتوش، وهي قالت له تونس المقصود ديالها ان تونس ما معروفاش في العالم، بان المغرب هو اللي معروف، ولكن هو صوب الكلام ديالو انه ما اكتشفتهاش، يعني دات لهم واحد الاحراج ما لقى ما يكون مسكين. فيها ايميلي ومعها غازي زاده، خدمه مزيانه برشا، خدمه مزيانه برشا، وتخرج معناها ثقافه تونس والحاجات اللي عنا في تونس اللي احنا بيدنا توانسه ما نعرفوهمش فيها بالحق، معناها ما ندوروش برشا تونس معناها وكل. كيما واحد باش يمشي للفواياج باش يحاول يعرف البلاد هذيك، هي ايميلي قاعده تمشي من ولايه لولايه وظهر في تونس معناها في طقوسنا وعاداتنا وتقاليدنا وكل شيء. مش متوفر سؤال اكرم، لانه الشركات اللو كوست هذه ما تنجم تكزيستي في اي سوق الا ما تصير اتفاقيه اوبن سكاي، يعني فتح المجالات ولا فتح المطارات باش الشركات هذه تنجم تنتصب، والا نعملوا شركه تونسيه مثلا اختصاص لو كوست. احنا نعرفوا الشيء هذا بعيد برشا، لجا توانسه مثلا اغلبيه السفارات
اللي نركبوا بالطياره. تقريبا اكبر خط رونتابل يحكيوها الناس كل ديما على تونس جربه. مثلا تونس جربه تجي تشوف المبلغ نتاعو، نلقاو مثلا تذكره في وسط الايام العاديه توصل حتى ل 200 دينار 250 دينار ذهاب واياب. هل هذا معقول؟ اليوم تسمع قالت لك فاتن ثم عباد تمشي ب 25 اورو من بلاد لبلاد، واحنا في تونس رغم القدره الشرائيه ضعيفه نلقى نحكيو على 200 250 دينار. دونك ما نكروش اكرم اللي شركه لو كوست الحقيقه وفرت معناها متنفس خاصه للحرفاء اللي عندهم البيدجيز قليله. وي هو كما قلت انت حكيت على لوبن سكاي وفي الاخر عباره يعني مفاهمه باش تصير ما بين البلدان باش اقرب تفسير لها باش تحلوا اللعب شو تولي طيارات هذا نجم تجي لتونس اللي هي عباره باش تدخل المارشي التونسي واللي تطيح في التنافسيه تولي تنافسيه اكثر. مش نسيو الكونكورونس باهيه معناها باش هكاكا كل واحد فيهم يولي يحاول باش يطيح وعليها خاطر ما في الاخر مثلا يقول لك من الاسباب اللي خلت انه مثلا ما يصيرش لوبن سكاي في تونس هو انه يقول لك فما دي ميزور دو سيكوريتي اللي هل المطارات اللي عندنا ما ينجموا يتقبلوا الفلو اللي ينجم يولي موجود. هل التونسير حاضره للمنافسه ولا هذا الثاني انه فما ريزيستانس انترن انه اليوم وقت اللي تكون انت وحدك تكور بالاخرى ما باش يجيب لك عباد اكثر ينجموا يطيحوا في السوم اللي انت تبيع به فمشكله. ولي لهنا عندك انت فما سكون ابيل كو دوبورتونيتي يا باش تخلي اكثر طيارات تجي وفما لو كوست والعباد باش تجي تصرف لهنا والا وهالفلوس هذيك تنقص من اللي قاعد تبيع فيه تونسير والا العكس تقعد هكايا. واضح ما احنا ما نمشيو لبعيد. ديجا المغرب هو الدوله المغاربيه الوحيده اللي صحت اتفاقيه لوبين سكاي فيها شركات كيما رايانير. مش معروفين الشركات هذوما ايزي جيت رايانير. اليوم في المغرب برشا تنقلات في وسط المغرب بين المطارات الصغار. ثم مطارات فاتن قبل ما كانوا فارغين ما يمشيوا لهم حتى حد. اليوم المواطن المغربي بامكانيات صغيره ينجم اول حاجه يمشي وصحيح اكرم لكن تقول انت الفلوس ممكن منافسه باش تخسر شركات ولكن باش تربح السياحه. انا اليوم اذا كانت تعطيني تذكره رخيصه اكسيسيبل نجم نمشي لاي بلاصه ونجم مثلا نعمل بروجرام نتاعي. ثم برشا توانسه مثلا ما يحبوش يمشيوا للجنوب يجي يقول لك مثلا مسافات بعيده ما ثماش اوتورود. اليوم كتوفر لي طياره. انا بغيت نقول واحد الكلام بانه هاد يعني اللي حلونا سيختو ملي جات ريانين هنا في الطيران الداخليه رغم ذلك كاين شي حالات شي مرات يعني ما غتلقاهمش نفس الثمن مثلا بحال 150 درهم 200 درهم ولا حتى 300 درهم. كتجي واحد الفترات والوقيتات كيكونوا كيطلعوا يعني راه كيكون مشكل يعني صراحه. لو كان غيفيكسيو الاثمنه غتكون مزيانه مخيره ولكن انه يعني الا جيتي قربتي الموعد ديال مثلا الطياره غتلقيها بالثمن صراحه صعيب شي شويه. لا رخيصه علاش ليه ما نمشيش حتى انا وليلى. اي صحيح. هي زاد ما نجموش ننساو اللي تونسير ماهيش تربح بالكدا في تونس معناها هكا ولا هكا تخلط في لي شارج نتاعها قد نقولوا لا عندها برشا خسائر فاتن. فوالا دونك ما علاش ليه اذا كان فما حاجه اخرى تنجم تربح البلاد نقبلوها معناها بصدر رحب ما نقولوش ليه وكونكورونس وتو تونسير ليه ما تلفت لها حد. حسن انت في الكاليتي سيرفيس نتاعك. هو لو ما فما حتى سبب يخلي حتى حد هو المونوبول في المارشي انه يحسن من السيرفيس نتاعو. فوالا صحيح لازم تدخل لها كونكورونس. اي سوسيتي ما فماش كونكورونس يبدا يا هاني اقبلوا باللي فما باللي موجود. فاتن عندنا احنا برشا مطارات في تونس راهو عندنا حد حجم المطارات كبير. عندنا مطار تونس كرتاج مطار نفيذه مطار المستير مطار صفاقس مطار جابس مطار جربه مطار قفصه مطار توزر مطار تبرقه. المطارات هذوما الكل حاليا تقريبا مطار الرحلات الدوليه 90% من مطار تونس كارتاج 5% مطار الفيضة مطار مستير باستثناء يعني بعض الرحلات الغير منتظمة. بقية المطارات ثم مطار مثلا أنا نعرف مطار جابس ما يحل كان رحلة كان في الحجة كاو يعني فقط رحلة واحدة سنويا وحاطين يعني صحيح حاطين موظفين وحاطين معناها فلوس ومعناها مساحة كبيرة. لازم المطارات هذه تحيا مكان باللو كوست. كلامك صحيح زيد شو هو كيما قلت له كل شويه لهنا باش يكون عنده لي زافونتاج لي انكونفينيون نتاعو. لكن الحقيقه هو احنا اليوم كي حكينا على الدوسي هذايا لوبجيكتيف هو ان نعاودوا نطرحوه على الطاوله على خاطر اليوم زاد كي باش تحل لازمك توفر
دي سيرفيس تاع توريزم في لهنا، يعني في اخر اليوم انت شنو السيرفيس اللي قاطعتي فيهم التوريست قاعد يجي لازم تربط المطارات بوسائل النقل، ولازمك معناها المناطق اللي بحث المطارات تكون فيها استثمارات مربوطه ببعضها. وفما حاجه زاده نحكيو عليها صارت جمعتين التالي اللي هي نتاع التوريزم الترناتيف اللي في تبرقه وفي عين دراهم، انه معناها تشكيلات نتاع العباد اللي تعمل في توريزم الترناتيف غاديك. فشو معناها اذا باش نحلوه الموضوع هذا لازم يكون مدروس باش زاده ما نرجعوش لنفس البوان، انك تعمل مطار في توزر ولا في جيبس باش من بعد تعمل عليه رحله ولا زوز. كما شفنا في البرنامج التونسي حضرت واحد المؤثره امريكيه وخلت البلاطو في حاله احراج بسبب كلامها الصريح. قالت باللي في امريكا المغرب معروف اكثر من تونس، اي ما معنى ان المغرب معروف العالم كله. وهذا الكلام جاء في سياق جولتها العالميه للدول الغير معروفه بحال تونس كما كتقول، وهذا الشيء خلى مقدمي البرنامج كيستناو شي تبرير او رد، ولكن ما كانش عندهم ما يقولوا. من بعد غنشوفوا في الفقره الثانيه بداو كيناقشوا موضوع الطيران الداخلي وتكلفته، وقالوا شوفوا المغرب فين وصل، عندهم شركات للطيران الداخلي منخفض التكلفه اللي كتربط المدن المغربيه الكبيره بحال طنجه ومراكش واكادير بسهوله وباثمنه جد مناسبه. هذا الشيء كيساعد السياح يتحركوا ويكتشفوا مختلف مناطق البلاد بلا ما يتقل عليهم الثمن. في المقابل تونس ما عندهاش هذا النوع من الخدمات، وهذه النقطه كتاثر بزاف على السياحه الداخليه والخارجيه عندهم. المقارنه بقت متواصله، والمقدمين بداو كيهضروا على البنيه التحتيه في المغرب والطيران المنخفض التكلفه اللي كيخلي المغرب يبان نموذج متقدم في المنطقه. اما تونس كيقولوا باللي خاصها بزاف ديال الاصلاحات، ولكن حتى شي حاجه واضحه ما داروهاش المسؤولين. الاعلام التونسي بشتى انواعه دائما يقع في هذا الموقع، وطرح نفس السؤال: علاش تونس ما بغاش تقتدي بالمغرب في هذه المجالات؟ وكل شيء في البلاطوهات كانوا كيعترفوا بطريقه مباشره او غير مباشره باللي المغرب داير شغل كبير، اما تونس في الوقت كيدوز والمشاكل كتكبر بلا حلول. السلام عليكم.